حاليا في اسبانيا اكثر من نص مليون حراق غتقلب حياتهم 180 درجه، واسبانيا غتصايب لهم الوراق. هادشي ماشي انا اللي كنقولو، هادشي كتقولو الحكومه الاسبانيه. حكومه رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز تغرد كالعاده خارج السرب، وهذه المره يبدو ان تغريدها في صالح المهاجرين. مبروك لكل المهاجرين اللي كيعيشوا في اسبانيا بطريقه غير نظاميه. ولكن شكون هما هاد المهاجرين اللي غادي يستافدوا؟ وشنو هما هاد الشروط باش يخليوك تكون ضمن هاد 500 الف شخص؟ كلشي عارف ان المهاجرين اللي في اسبانيا بلا اوراق اكثر من 500 الف، ولكن شنو هما الشروط باش تكون ضمن هاد 500 الف؟ القصه ماشي غير صدفه ولا شفقه من اسبانيا، ولكن الحقيقه ان اسبانيا لقات راسها في مأزق ومحتاجه بزاف لهاد الناس اللي خدامين بشكل عشوائي. وهاد الناس باش يكون في علمك راه ما كيخلصوا لا ضرائب لا والو، يعني عايشين بشكل مجاني، كيجمعوا الفلوس وكيرجعوا لبلدانهم وكيخسروها. وهادشي كيضر الاقتصاد الاسباني. الحكومه الاسبانيه حسات بالقضيه حامضه وممكن الدوله في اي لحظه يوقف ولا يسقط الاقتصاد ديالها. خرج رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز وقال للشعب الاسباني بغينا ولا كرهنا المهاجرين هما اللي هازين بينا، هما اللي هازين لينا الضمان الاجتماعي والتقاعد. وقال باللي ان بلادنا اسبانيا خصها تختار، يا اما نكونوا بلاد منفتحه ومزدهره يا اما نكونوا بلاد مسدوده وفقيره. وبهذا الشيء علاش الحكومه الاسبانيه قررت انها تبدل القوانين وتسهل المأموريه على المهاجرين خصوصا في الاريغو سوسيال. نريد الاستجابه للواقع بنفس التماسك الذي تتميز به سياسه الهجره التي تتبناها الحكومه الاسبانيه. الاريغو سوسيال هو الثروت اللي محتاجينه بزاف ديال الشباب. قبل ما نبداو عطينا اعجاب وتفاعل مع هذا الفيديو حيت بزاف ديال الناس محتاجين هذه المعلومات اللي فيه. الاريغو الاجتماعي هو اللي كان معذب بزاف ديال الناس، لانه كان ضروري انك تخدم في اسبانيا فوق عامين وتجمع الاوراق ديال اكثر من عامين ديال الكرا وديال الكونسوماسيون ديال اي حاجه درتيها باش تثبت انك كنتي في اسبانيا في ديك العامين. اما القانون الجديد قلب وغربق اوراق اللعبه، وهذا الشيء اللي ما تصرش المعارضه في اسبانيا. كيفاش رئيس الحكومه كيدير قانون اللي يساهم في الهجره؟ القانون الجديد بلا ما تحتاج هذا الاريغو سوسيال، يكفي انك تكون واصل اسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، يعني قبل ما يسالي شهر 12. هذا القانون طبق واخا تعرض لانتقاد كبير من المعارضه الاسبانيه، وعلى راسها حزب فوكس اللي قال الزعيم ديالو سانتياغو اباسكال ان بيدرو سانشيز طاغيه ويكره الشعب الاسباني. هذا الكلام قالوا اعتراضا على قرار بيدرو سانشيز حول تسويه وضعيه المهاجرين اللي ما سبقش لشي دوله اوروبيه دارتها ولا فكرت فيها. هذا القرار كان جريء نوعا ما، ربما انه يفتح باب جديد في اوروبا للمهاجرين. تعمل على ضمان هجره نظاميه ومنظمه وامنه الى ان تصبح مناره ترشد العديد من الدول. على فكره ان بيدرو سانشيز كتحس به كيميل العرب ولا فيه شي عرق عربي. هو الرئيس الوحيد اللي فرض عقوبات مباشره على الكيان الصهيوني في حرب على غزه. يحظر عبور جميع السفن التي تحمل وقودا متجها الى القوات المسلحه الاسرائيليه عبر الموانئ الاسبانيه. المهم ان القرار تدرس وتمت المصادقه عليه. هنا موقع عند المعارضه ما دير، ولكن شنو هما الشروط باش تكون انت ضمن هذه اللائحه ديال 500 الف واحد؟ اولا التسجيل غادي يبدا في 1 ابريل 2026 وغادي يسالي في 30 يونيو 2026، يعني المده ديال ما يقارب 3 شهور. ولكن هنا كيبقى قدام الحراقه واحد المشكل، البادرون او شهاده السكنه. واش ضروري انها تكون باش تسجل حيت هي اللي كتثبت بلي انك كنتي في اسبانيا؟ الحكومه الاسبانيه قالت ماشي ضروري، المهم انك تكون عندك شي وثيقه كتثبت بلي انك كنتي فعلا في اسبانيا قبل تاريخ 31 ديسمبر. والا حسبتي ما بين 31 ديسمبر و 1 ابريل غتلقى ما واصلاش 5 شهور. هادشي علاش اللي وصل في 31 ديسمبر لاسبانيا غيقفل 5 شهور حتى لشهر يونيو. وهنا في هذه الحاله كل ما كنتي قديم كتكون عندك شويه الاسبقيه، يعني اللي كيفكروا يهجروا دابا فبلا ما تفكروا، لان القانون شوف واش يستمر ولا يحبس. هاد اللي كتشوف قدامك هي بعض الوثائق اللي كتعوض البادرون، يعني الا كانت عندك شي وثيقه من هاد الوثائق يمكن لك تسجل بها او تدفعها في الملف ديالك. اما الشرط الثاني واللي هو ضروري يكون عندك ويكون عندك مقاد اللي هو السجل العدلي او حسن السيره. في هذه الناحيه ضروري يكون عندك نظيف وما فيه حتى شي مشكل باش تقبل. اما الشرط الثالث المفاجئ هو انه ماشي ضروري يكون عندك عقد عمل او الكوينترا. ما عرفتش واش قلتها صحيحه ولا لا، ولكن المهم قرب. يو habla اسبانيولا بوكو. مهم الله يوفقكم. ما تنساوش سينيور سينيوريتا ايرمانو ايرمانيتا todo lo malo siempre que pasa. تقاتلوا وجيبوها حلال. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الحلقه، فما تنساش تفاعل مع هذا الفيديو. بغينا ولاد البلاد هما الاولين يستافدوا من هذا القانون ويكونوا عارفين.